أهلا بكم في قناتنا دويتشه ميت فيا. السؤال في اللغة الألمانية إزاي؟ إنك تسأل سؤال من أساسيات تعلم أي لغة. فلما تسأل تقول أسلوب استفهام، في إننا هنا بنقصد استخدام أدوات الاستفهام للاستفسار عن حاجة، شخص أو مكان. عشان كده لازم نعرف إزاي تسأل السؤال. وفي الدرس ده هنتكلم عن طرح السؤال المباشر وطرح السؤال الغير مباشر في اللغة الألمانية. إزاي نطرح السؤال المباشر؟ لطرح السؤال المباشر نبدأ باستخدام أداة الاستفهام، ونضع أداة الاستفهام وبعدها الفعل مباشرة زائد الفاعل زائد بقية الجملة، وفي الآخر نحط إشارة الاستفهام. أدوات استفهام: wie, wo, wer, wann, warum, weshalb, was, woher, wohin, welche, wie lange, wie alt. ومعنى كل واحدة بالعربي جنبها على الشمال. Beispiele für direkte Fragen. Wo kochst du Linsensuppe? Wo wohnen Sie? Wer ist das? وكل واحدة جنبها المعنى بالعربي بتاعها. أمثلة تانية: Wer kann mir helfen? Wann bist du geboren? Warum lachst du? أمثلة تانية: Weshalb lernen Sie Deutsch? Was machen Sie am Wochenende? Woher kommt dieser Zug? أمثلة تانية على السؤال المباشر: Wohin fährt dieser Zug? Wie alt bist du? Wie lange bleibst du in Deutschland? Welche Sprache sprichst du? نيجي بقى للسؤال غير مباشر. ازاي تطرح سؤال بطريقة غير مباشرة؟ يمكنك طرح السؤال بطريقة غير مباشرة اللي بتسمى يا ناين فراجن، أي الأسئلة التي تكون إجابتها بنعم أو لا. القاعدة بتاعتها: نضع الفعل في أول الجملة والفاعل بعده، وبعد كده بقية الجملة، وبعد كده إشارة الاستفهام. ندي بايشبيل على كده: هل أنت من سوريا؟ هل أتيت من سوريا؟ لا، أنا أتيت من إيطاليا. Kommst du aus Syrien? Nein, ich komme aus Italy. خلصنا حلقة النهاردة، وبكده نكون اتعرفنا على أدوات الاستفهام وإزاي أنت تقدر تطرح السؤال المباشر وتطرح كمان سؤال غير مباشر. Wir sehen uns in der nächsten Folge. إلى اللقاء في الحلقة القادمة من حلقتنا على قناتنا دويتشه ميت فيا.